هل البيض من الطيبات ولا لا؟ السؤال ده بقى بيتكرر كتير قوي اليومين دول، ان مع كل ترند غذائي جديد الناس فجأة بتبص للاكلات المعتادة كأنها متهمة. والبيض بالذات الجدل دايما حواليه كبير، مرة يقول لك خاف من الصفار، ومره يقول لك الكوليسترول، ومره يقول لك لا ده بروتين ممتاز فكل براحتك. فخلونا نسال، بيضه واحده في اليوم تعمل ايه في جسمك؟ اول حاجه هتديك بروتين محترم، لان البيضه الكبيره فيها حوالي 6 جرام بروتين كامل، يعني فيها كل الاحماض الامينيه الاساسيه اللي جسمك محتاجها لبناء العضلات وتجديد الخلايا والاحساس بالشبع. والبيضه مش بروتين وخلاص، دي فيها كمان فيتامين بي 12، ده مهم للاعصاب وتكوين كرات الدم، وفيها فيتامين دي اللي مش موجود بسهوله في اكلات كتير، وفيها سيلينيوم وفوسفور وريبوفلافين، والصفار اللي دايما بتهاجم في قيمه كبيره مهمه جدا اللي هي الكولين، وده عنصر مهم للمخ والاعصاب والكبد، وفي كمان مركبات زي اللوتين وده مرتبط بصحه العين. يعني البيضه الصغيره دي وجبه مركزه ومفيده جدا وتعتبر رخيصه. بس انا ممكن حد يسال، طب الكوليسترول؟ البيض فيه كوليسترول، بس الكوليسترول نفسه مش سم، جسمك محتاجه اصلا عشان يبني اغشيه الخلايا ويساعد في صناعه بعض الهرمونات. فالمشكله مش في وجود الكوليسترول، المشكله لما مستواه في الدم يزيد بشكل مؤذي، او لما البيضه تيجي وسط طبق مليان دهون مشبعه ومقليات، ساعتها احنا بنكون بنحمل البيضه ذنب الوجبه كلها. في 2020 دراسة كبيرة نشرت في المجلة الطبية البريطانية BMJ عن باحثين من جامعة هارفارد، قالت إن بيضة في اليوم بتكون جزء طبيعي من أكل متوازن وصحي جدا عند أغلب الناس، من غير زيادة واضحة في خطر أمراض القلب. بس خدوا بالكم من كلمة أغلب الناس، لأن لو عندك كوليسترول عالي أصلا أو مشكلة في القلب أو سكر، ما ينفعش قرارك يطلع من ترند أو معلومات عامة على السوشيال ميديا. قرارك ساعتها لازم يطلع من تحاليلك ودكتورك. وللعلم البيضة كأكلة مغذية مش جديدة على الإنسان، من زمان جدا البشر كانوا بياكلوا بيض الطيور البرية، ولما ربوا الفراخ أو الدجاج البيضة بقت فكرة عبقرية ووجبة غذائية مفيدة ومتكاملة بتتجدد باستمرار. وحتى في مصر القديمة كان في طرق بدائية لتفريخ البيض بكميات كبيرة. نرجع بقى للسؤال، هل البيض من الطيبات؟ غالبا من الطيبات، بس الطيب برضه محتاج عقل، لان الصحة مش انك تخاف من الاكل او تاكله وخلاص، الصحة انك تفهمه، لان اخطر حاجة اننا نصدق او نخاف من غير ما نفهم. متنسوش تعملوا فولو، ولو حد حواليك خايف من البيض او بياكل كميات كبيرة ابعت له الفيديو ده.